لو قابلت الراجل ده في سكتك نصيحة اهرب. خرج صياد للغابة وسايب مراته وأولاده الاتنين في البيت، ولما رجع شاف الكارثة. مراته والعيال متعلقين في السقف من رجليهم، مدبوحين وأحشائهم بره جسمهم. استدعوني لمسرح الجريمة، ولما وصلت هناك مفيش آثار اقتحام للمنزل، مفيش شهود من الجيران، مفيش غير تصرفات الزوج الغريبة وكمية الأسلحة الأغرب اللي موجودة في بيته. الزوج هو المشتبه فيه الوحيد، والحين إثبات الجريمة حجزناه في مستشفى للأمراض العقلية. تخيلوا إيه اللي حصل بعد أيام بالظبط. هرب من المستشفى وبدأت تظهر جثث الحيوانات في نفس المنطقة بنفس الطريقة، متعلقين مدبوحين وأحشائهم بره. وبعد جثث الحيوانات ظهرت جثث البشر، ولكن اللي هنلاقيه بعد كده هيدمر القضية ويجنن الناس ويخليهم يشتركوا في الأوضة. لقينا الزوج الصياد نفسه متعلق بنفس الطريقة، مدبوح وأحشائه بره. واضح إني استعجلت في التحيات.